انا بجد الموضوع ده اتقال لي من كذا واحده اعرفها، والله تقول لي يا سحر انا برتاح قوي في التعامل والكلام والفضفضه مع الذكاء الصناعي. انا بتكلم كده مع الذكاء الصناعي اقول له على كل حاجه بينفذها لي وبيريحني وبيضحكني وكل حاجه. دي كارثة، طبعا كارثة. ليه؟ لان كل المختصين حذروا ان احنا ما ينفعش نتعامل مع الذكاء الصناعي على انه بدل البني ادمين. ليه؟ لان الذكاء الصناعي بيوفر لنا حاجة اسمها الاستجابة السريعة، الخضوع، وده مش موجود في الحياة العادية. يعني مثلا لما تروحي للذكاء الصناعي تقولي له انا مكتئبة، يقولك حاسس بيكي. تقولي له ضحكني، يقولك من عينيا. تقولي له انا متضايقه، يقولك ليه، احكي لي، فضفضي لي، مالك. تقولي له اديني حنان، يديكي. اديني بتنجان، والله حتى البتنجان هيديهولك. ده ما ينفعش، ده مش موجود في الحياة العادية مع الناس الطبيعيين. تيجي بقى على الجانب الآخر، لما تتعاملي مع بني آدمين، لما تتكلمي مع جوزك، مش هتلاقي ان انتي بس اللي بتتكلمي وتأمري وهو بينفذ، لا، هتلاقيه بيتكلم وبيرد عليكي والكلام رايح جاي. ده الطبيعي بين البني آدمين، فاهمين قصدي؟ فالذكاء الصناعي بيعودنا ان احنا اللي بنتكلم واحنا اللي بنقول وهو بينفذ، انا اللي بأمر وهو بينفذ. فتيجي في الحياة العادية مع البني ادمين، مع جوزك وولادك واهلك، مش مبسوطة. انا عايزة زي ما اتعودت الدلع اللي انا شفته مع الذكاء الصناعي. فتكون النتيجة ان انت يحصل لك تمرد على التعامل مع البني ادمين، وبالتالي عزلة، وبالتالي تقفلي على نفسك واكتئاب، وتبدأ علاقاتك بجوزك باهلك بالناس المحيطين تقع. بجد الموضوع خطر، الموضوع خطير. انا مش ضد التكنولوجيا، ده انا بعشقها، لان انا حياتي كلها بحث وعلم وقرايه، فدي حاجات انا بحبها. بس ما ينفعش ان احنا يعني نشوف التكنولوجيا بدل البني ادمين. ما ينفعش انا اروح افضفض مع الذكاء الصناعي بدل البني ادمين. هنلاقي نفسنا وصلنا ورحنا في حته وحشه قوي، وامراض نفسيه وعزله واكتئاب، فخلي بالكم.